قررت الجزائر منح مساهمة مالية 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار. السلام عليكم ورحمة الله. بالفيديو تصريح خطير من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، ويعلن عن مفاجأة صاعقة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمك بذكر الله، ولنترحم جميعا على روح ضحايا هذا الزلزال الذي ضرب المغرب، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته. زلزال قوي يضرب المملكة المغربية، بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وشعر به معظم سكان المغرب، مراكش وطنجة والرباط والدار البيضاء وغيرها من المدن المغربية، مخلفا وراءه مئات من الضحايا وأكثر من 1000 حالة وفاة حتى الآن. فقد ضرب الزلزال المغرب في حدود الساعة 11 مساء أمس الجمعة، الأمر الذي تسبب في خروج جميع المواطنين من مساكنهم، وتسبب في حالة من الرعب والذعر لديهم. ولكن ما هز العالم هي تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد هذه الواقعة الأليمة، حيث أدلى بتصريحات منذ قليل نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، وقال: بصفتي رئيس للجمهورية الجزائرية فأنا أشاطر المملكة المغربية الشقيقة الحزن في هذه الفاجعة الأليمة، وأؤكد لجلالة ملك المغرب أن الدولة الجزائرية رهن إشارتكم لتقديم يد المساعدة والدعم قدر المستطاع في هذه المحنة. فنحن كجزائريين لا ننسى ولا ننكر الدعم الذي قدمته لنا المملكة المغربية خلال الحرائق التي ضربت بلادنا قبل شهور، وكيف تمكنت المغرب من إنقاذ بلادنا وأطفئت الحرائق بالطائرات المغربية المتطورة. ولهذا المصاب فأنا أبعث بخالص التعازي للمملكة المغربية الشريفة ملكا وشعبا في ضحايا هذا الزلزال المدمر، وأسأل الله تعالى أن يرحمهم وأن يتغمد الأسر المكلومة بالصبر والسلوان. وفي النهاية، إذا كنت تتفق مع كلام تبون فيرجى الإعجاب بالفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.